السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا تمسيهم بالخير. الخطة تقاطيع أو كمونية قطعناهم بهالشكل، شوف شلون صغيرات برضه. كرشة قطعناها بهالشكل مثلا، بنسلقهن 10 دقائق بماء فقط، نصفيهم من الماء وبعدين ناخذهن على الصاج، لأنه الكرش يحتاج وقت. جهزنا القدر وحطيناه على 10 دقائق. نضيف الماء 200 ملي تقريبا، ونحط كرش ونحط اللحم 10 دقائق فقط. نقفل قدرنا. خلصت ال10 دقائق. بسم الله. الآن بنصفيه من الماء. هذا اللحم والكمونية بعد، أو الكرشة بعد ما صفيناه من الماء. نحط زيت اللحم والكمونية بعد ما صفيناه، ملح وبهارات اللي تحب، بس ياخذ تشكيرة. نحط عليه البصل والفلفل الرومي، نعطيه تقليبه لين يتغير اللون، نشقر اللون شوي لين نضيف البصل والفلفل الرومي ونقلبه. من 5 إلى 7 دقائق تكون التقاطيع جاهزة. بعد ما خلينا تقريبا 10 دقائق على نار هادية، التقاطيع جاهز. نرش عليه بقدونس. هذا طبقنا جاهز.